يا هلا والله، السلام عليكم ويا أهلا فيكم من جديد. معكم أخوكم مهند زاهري. اليوم بهذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم لكم بشكل كامل عن منتج جدا مهم ومفيد، راح يفيدنا بشكل جدا كبير، والمفترض أن الكل يكون موجود عنده، وهو داش كام للسيارة. الكاميرا هذه من شركة سيفنتي ماي. طبعا هذه واحدة من أكثر الشركات اللي قاعدة تبدع في موضوع الداش كام، وكل فترة ينزلوا إصدار وبمميزات جدا جميلة ودقة ولا أروع. طيب الداش كام هذه اللي موجودة عندي اليوم اللي هي التي 800 بريميوم سيت، فيها مميزات كثير، ومن ضمن هذه المميزات إن الكاميرا الأمامية للتصوير الأمامي والكاميرا الخلفية للتصوير الخلفي راح تكون بدقة ال 4K مع ال HDR، يعني تصوير بجودة جدا ممتازة، وبنفس الوقت راح يكون ممتاز حتى مع الشمس أو حتى مع التصوير الليلي، فكل شيء راح يكون واضح، وحتشوفوا هذا الشيء إن شاء الله بعد ما أركبها ونشوفها سوا. بالإضافة للكاميرا الداخلية راح تصور بدقة ال HD مع تصوير ليلي، لأنه فيها 4 حساسات للتصوير الليلي، حتى وانت مقفل الإنارة داخل السيارة راح يبين كل شيء موجود. والحلو إن فيها معالجين من سوني اللي هو ستارفيز 2. طبعا المعالج هذا راح يعالج الصورة بشكل جدا ممتاز، مزود بالذكاء الاصطناعي، وأكيد راح يكون فيها GPS بحيث إنه أي شيء يتصور راح تعرف موقع المكان هذا بالضبط. فما أبغى أطول عليكم، نقول بسم الله ويلا نبدأ الفيديو ونفتح كرتون المنتج ونشوف المحتويات بشكل كامل. طيب الآن بنفتح الكرتون ونشوف المحتويات داخل الداش كام بشكل سريع. سيفنتي ماي داش كام 4K تي 800 بريميوم ست. طيب أول شيء نشيل الباكج اللي موجود هنا ونشوف المحتويات في هذا الظرف. راح تجيك ذاكرة داخل الكرتون، يعني ما يحتاج انك تشتري ذاكرة بشكل منفصل. هنا موجودة استيكرات، الاستيكرات هذه راح تساعدنا في تركيب الداش كام، يعني الداش كام ما تلصقها على قزاز السيارة مباشرة، أول شيء تحط الاستيكر هذا وبعدها تلصق الداش كام عليه. وهنا في استيكرات 3M اللي هي دبل فيس للداش كام الأمامية والخلفية. الحين نجي هنا ونشوف المحتويات اللي موجودة. أول حاجة موجودة قاعدة لتركيب الداش كام الأمامية، وهنا موجودة أداة راح تساعدك بشكل جدا كبير في تركيب الداش كام، لأنها راح تفتح الديكور بشكل بسيط وتمد الكيابل داخل ديكور السيارة بحيث إن تخفي كل الكيابل، وبوريكم هذا في التركيب. عندنا هنا منفذ ولاعة بمنفذين USB، أو تقدر تشبكها عن طريق الفيوز أو عن طريق ال OBD. الكيبل هذا اللي راح يكون USB إلى التايب سي. آخر شيء موجود اللي هو تايب سي من الطرفين، بحيث إنك راح تقدر توصل الداش كام الخلفية مع الداش كام الأمامية. نشوف اللي موجود هنا. هذه الداش كام الخلفية، طبعا تايب سي تشبكها عن طريق التايب سي بالكيبل الطويل هذاك وتوصلها مع الداش كام الأساسية. الكاميرا هذه راح تصور 4K مع ال HDR. ونيجي هنا للشيء الأهم والمهم، هذا مكان القاعدة اللي راح بعد ما نركب هذه راح تركب هذه القاعدة عليه. طبعا هذه بتكون راكبة كده في السيارة، فهنا راح تصور الجهة الأمامية قدام، فبتصور قدام، وهذه راح تصور داخل السيارة. طبعا هذا المكان هو الشاشة، خلونا نشيل الستيكر منها بشكل سريع. خلونا نشوف الأشياء اللي فيها. عندنا 4 أزرار تحكم بنشوفها بعد التشغيل، وهنا الكاميرا الداخلية مع حساسات التصوير الليلي. هذا مكان تعليق الداش كام. هذه الكاميرا الأمامية التصوير اللي قدام، طبعا تقدر تتحكم بزاويتها. SD كارد اللي راح يكون موجود مع الداش كام تقدر تحطه في المكان هذا، وهنا زر التشغيل. طيب الآن بقول لكم شغلة بسيطة وأهم ميزة موجودة في الداش كام هذه. كثير مننا يخاف إنه يركب جهاز في السيارة، وبالذات في الصيف إنك تركب جهاز وفي بطاريات راح يتأثر مع الشمس وينتفخ ولا قدر الله تنفجر البطارية. الحلو في الداش كام هذه ما راح يكون فيها بطاريات، الداش كام هذه راح يكون فيها مكثفات مو بطاريات، تاخذ طاقة بسيطة وتكثفها وتعطيك الطاقة المناسبة اللي راح تشغل الداش كام هذه. طيب خلونا نشوف هنا اكسسوار اضافي انا طالبه بشكل منفصل للداش كام. خلونا نفتح الكرتون ونشوف ايش هو. طبعا الاكسسوار هذا انا راح اركبه بعدين ان شاء الله، لكن وقت تركيبي الان واصور لكم الفيديو ما حاقدر اصورها لان تحتاج فني، ما حقدر اركبها انا لسبب ان راح اقدر اشبكها على فيوز السياره، ولكن بوريكم في السياره اكسسوار اقدر اشبكه على الاو بي دي ويشغل الداش كام. زي ما تشوفوا قدامكم موجود عليها شعار الشركه سيفنتي ماي. هنا تحط الشريحه والسيارة تقدر تتبعها دايم بكل وقت ومن أي مكان وتشوف تصويرها
بشكل مباشر وتعرف مكان السيارة. فهذه القطعة راح تفيد ناس كثير، وبالذات اللي معهم سواق ويخافوا أو يبغوا يشوفوا وين يروح وين يجي. فهذا اكسسوار إضافي بركبه إن شاء الله بعد فترة، وبتكلم عنها بشكل كامل. طيب كذا شفنا المحتويات اللي تيجي داخل كرتون الداش كام بشكل كامل وكل الاكسسوارات اللي تيجي معها. الآن خلونا نطلع ونروح للسيارة ونركب الداش كام هذه ونشوف طريقة تركيب الداش كام في السيارة، هل هي سهلة أو صعبة؟ طبعا بشكل بسيط انت كشخص تقدر تركب الداش كام في ادوات تساعد في تركيب الداش كام، والفيديو هذا ان شاء الله بيساعدكم في طريقة تركيبها على السيارة. فلو شريتها انت مثلا من اي مكان تقدر تركبها بنفسك. وفي كمان محلات تركب الداش كام هذه عندها سواء بمبلغ رمزي بسيط او مرات تصير عروض وخصومات واشياء زي كذا. تركيب مجاني اذا شريت الداش كام، متجر مكعب عندهم التركيب هذا للداش كام كل الانواع. هذا الفيديو بعلمك ان شاء الله بعد شويه كيف تركب الداش كام، ولكن اذا كنت بتركبها وتريح نفسك وتريح بالك تقدر تركبها عند مكعب. نزلت الان للسياره وراح ابدا تركيب الداش كام في السياره، تمديد واشغلها واوريكم كل شيء ان شاء الله راح يصير في الداش كام عشان يكون عندك فكره كامله كيف تشتغل وكيف تركب إلى آخره. طيب الحين أول خطوة نسويها اللي هي تركيب هذا الستيكر البسيط اللي تلصقه على قزاز السيارة مكان ما بتركب الداش كام وتركب عليه الداش كام. فحنبدأ في هذا أول شيء. نقول بسم الله الحين ونفتح الستيكر هذا أول شيء، وبنحط الستيكر مكان ما بنركب الداش كام نفسها. فأنا بحطه بالطريقة هذه. والآن عندنا هذه القاعدة اللي بركبها قبل الداش كام من 3M. طيب نقول بسم الله وبنحطها في مكانها هنا. طيب زي ما تشوفوا قدامكم لازم تضغط عليها بقوة عشان تثبت بشكل ممتاز. شبكت عليها الكيبلين، كاميرا خلفية وكيبل التشغيل اللي تشبك على سواء OBD أو منفذ الولاعة أو حتى على الفيوز مباشرة. فأنا شبكت كيبل عادي اللي هو OBD، بوريكم إياه بعد شوي. بحط الكيابل داخل الديكور من هنا. ركبت الداش كام على القاعدة اللي موجودة فوق، هذا أقدر ألفها أوكي واختار الزاوية اللي أبيها. والكاميرا الأمامية نفس الشيء أقدر ألفها وأتحكم فيها. الآن عندي هذه الأداة، هذه أداة بلاستيكية بسيطة راح تفتح لي الديكور بالطريقة هذه، وأقدر أمد الكيابل داخل ديكور السيارة بالشكل هذا اللي تشوفوه قدامكم. أنا قاعد أخفي الكيبل بالكامل. نحط الكيبل بالطريقة هذه والكيبل الثاني نفس الشيء. بسم الله بالطريقة دي تخفي الكيبل كامل داخل ديكور السيارة. بكمل تركيب الكيبل هذا اللي هو للكاميرا الخلفية، بمده للجهة الخلفية بالكامل. فزي ما تشوفوا قدامكم كيف بالطريقة هذه أنا قاعد أخفي السلك داخل ديكور السيارة. فبكمل بنفس الطريقة. أنا وصلت الكيبل إلى الجهة الخلفية وفي كيبل زايد كان كله طبعا دفيته بداخل بالطريقة هذه بحيث إني أخفيه. الشيء اللي أنا ما بيه خلاص راح يكون داخل هنا، وأشبك الداش كام الخلفية على الأمامية. هذا الستيكر بفتحه بالطريقة هذه وألصقه على أساس إني ألصق الداش كام. بحاول إني أخليه في منتصف السيارة. الحين بلصق الداش كام نفسها، هذه هي الداش كام الخلفية، راح أركبها وأحاول أخليها في منتصف السيارة. وهنا أقدر أتحكم بالزاوية بحيث إنها تعطيني الزاوية الصحيحة في السيارة. وهذا الكيبل بعد ما وصلناه لين ورا. الحين بحاول أخفي الكيبل نفس طريقة أول بالضبط. خلصنا وركبنا الداش كام الخلفية زي ما تشوفوا قدامكم. طيب هذا الاس دي كارد بركبه على الداش كام نفسها بالطريقة هذه. الحين بحاول إني أشبكها على الكهرب. طيب الآن اشتغلت الداش كام ونختار اللغة. ففي اللغة الإنجليزية وفي لغات كثير ومن ضمنها اللغة العربية. هنا تختار الدولة، هنا يعلمك ببعض الإعدادات اللي تصير من نفس الأزرار اللي موجودة هنا. هنا يبيني أحدد التاريخ بحيث إني أعرف وقت التصوير الفعلي والحقيقي. الآن يقول لي نزل التطبيق الخاص على الايفون تهيئة الاس دي كارد. كذا اشتغلت زي ما تشوفوا قدامكم الداش كام. طبعا هنا راح يغير لك من الكاميرا اللي بتكون موجودة في المكان هذا. فهذه هي الثلاث الكاميرات شغالة تسجيل 4K للأمامية والخلفية و HD للداخلية في نفس الوقت. كله راح يتصور بنفس الوقت. عندنا هنا اللي يغير الكاميرا، وعندنا هذا الازرار اللي راح
يوقف تسجيل الكاميرا الداخلية بضغطة زر بشكل جدا سريع. هنا عندنا الميوت، تقدر تخليها تسجل صوت والصورة بنفس الوقت أو تقفلها بالطريقة هذه. عندنا آخر حاجة هنا اللي هو إعدادات الكاميرا أو إعدادات الداش كام نفسها. عندنا إعدادات الفيديو، فخلينا ندخل نشوف تنسيق ترميز الفيديو، مواصفات الصورة. طبعا هذه كلها تقدر تدخل وتحدد بعد أشياء إضافية، حتى دقة التصوير تقدر تختارها سواء للأمامية للخلفية إلى آخره، لكن بخليها أنا كلها على أفضل دقة. مدة تسجيل التصوير دقيقة دقيقتين على حسب، هذه أعتقد للإمرجنسي فيديو. وهنا كاميرا التسجيل الداخلية تقدر تطفيها بعد من الإعدادات. جودة الصورة، صورة داخل صورة. هنا بيعطيك السرعة، يعني وانت قاعد تسوق السرعة بنفس الوقت تطلع خط العرض، خط الطول، معدل التحديث، أمور كثير تقدر تخصصها وتعدلها من هنا. قلب كاميرا التسجيل الخلفية، طبعا هذا الخيار حلو لو انت ركبت الكاميرا الخلفية مقلوبة، من هنا تضغط على هذا الخيار راح يصحح لك إياها، فما تشيل هم أبد. أوكي، خلونا نرجع ورا. هذه إعدادات الفيديو، في إعدادات كثير. هنا الألبوم، هنا تطلع لي التسجيل أو الفيديوهات اللي صورناها، فيديو طوارئ، مراقبة ركن السيارة، هذه كلها تسجيل الفاصل الزمني، الكاميرا الأمامية، الداخلية، الخلفية، كلها راح تطلع. ولكن التسجيل دائم راح يكون في أول خيار موجود هنا. طبعا ما عليكم من هذه، أنا أقدر أصلا أشغلها حتى من الجوال، وهذا الأهم، مو لازم من الداش كام. عندنا هنا إعدادات النظام، طبعا إعدادات كثير تربطها على جوالك، إعدادات الصوت، شاشة الاستعداد، بربطها الحين على جوالي وبوريكم كيف طريقة الربط. هنا في عندنا زر اللي هو زر الباور، لكن إذا ضغطت ضغطة واحدة راح يطفيها، ولكن تبقى شغالة وتصور وتسجل في نفس الوقت. صراحة صافية، ولكن بوريكم إياها، بسحب كل اللقطات من هنا وأوريكم إياها. هذا تطبيق سيفنتي ماي للكاميرا أو للداش كام نفسها. أول ما أشغل التطبيق وأسوي حساب وكل حاجة، طبعا أنا عندي أكثر من كاميرا جربتها من زمان، ولكن وحسابي شغال مسجل دخول. فأول ما شغلت التطبيق الحين زي ما تشوفوا قدامكم يقول لي تم اكتشاف جهاز جديد. الكاميرا هذه نفسها التي 800، بسوي على إضافة جهاز، يقول يرجى التأكيد، وهنا جاني إشعار زي ما تشوفوا قدامكم الربط. فبالطريقة هذه أنا ضغطت على تم، وكذا ربط الجهاز مع التطبيق في جوالي. انتقل الاتصال بالداش كام. الآن يقول لي يريد الانضمام، اوكي، كل شيء يسوي موافق موافق نيكست الى اخره. فكذا خلصنا وطلعت لي الداش كام في الجوال موجودة. هنا بيعطيني اعدادات واشياء والكاميرات و الى اخره. هذا الخيار اللي موجود هنا راح يغير بالكاميرات الثلاثة. الألبوم طبعا بالطريقة هذه اقدر افتح واضغط واشوف التصوير اللي صار في الداش كام كاملة. هنا التصوير بضغط على اي واحد بيشتغل عندي مباشرة. في انواع داش كام قد جربتها، كان طريقة حفظ الفيديو فيها صراحة يطول. خلونا نشوف هنا حفظ الفيديو، يعني بحفظ فيديو موجود في الداش كام على الذاكرة اللي موجودة. طيب تنزيل، واو ما شاء الله، يعني يعتبر جدا سريع، تقريبا 10 ثواني، أقل من 10 ثواني حفظ لي فيديو، مرة يعتبر ممتاز. لأن أنا قد جربت أنواع والله كنت أخلي الجهاز من 4 إلى 5 دقائق عشان يحفظ لقطة جدا بسيطة. وهنا عندنا الإعدادات موجودة أصلا من نفس الداش كام، تقدر تتحكم فيها. فهذه كلها إعدادات تقدر تخصصها وتعدلها من نفس التطبيق في جوالك. طيب كذا تقريبا كان بشكل سريع ومختصر الاشياء اللي موجوده في الداش كام او في تطبيق الداش كام سيفنتي ماي للداش كام نفسها. فزي بس هذه شغله بسيطه بوريكم اياها. هذه كلها تخيلوا كانت داش كام من سيفنتي ماي موجوده عندي، كل فتره احدث داش كام في سيارتي. هذه كانت الأخيرة، هذه الأومني اللي تلف 360 درجة، وهذه اللي قبل شوية ركبتها التي 800 أحدث إصدار. طبعا في هنا خيار اللي هو إضافة 4G، هنا يقول لك الخطوة الأولى والخطوة الثانية الخطوة الثالثة إلى آخره. طبعا هذه القطعة اللي وريتكم إياها أول اللي تقدر تاخذها بشكل منفصل وتحط فيها شريحة 4G
وتصير الكاميرا مربوطة بالفور جي، فيها اتصال بالإنترنت طول الوقت، من أي مكان في العالم تقدر توصل لها وتشوف محتوى التسجيل وموقعها إلى آخره. طيب الآن خلوني أوريكم بعض اللقطات اللي تطلعها الداش كام ونشوف سوا كيف دقة التصوير، سواء في الكاميرا الداخلية والكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في الليل وفي النهار، ونشوف دقتها بشكل كامل. طيب وإلى هنا أنا وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وما أكون طولت عليكم. كان معكم أخوكم مهند زاهري، أشوفكم في فيديو جاي بإذن الله، وفي أمان الله.